السلام عليكم. رمضان كريم على الجميع نساء ورجالا. باعتباري طبيبة نسائية راح أتطرق إلى موضوع جدا مهم هو الحامل والصيام. أكيد الحامل تشعر بفترة ضعف ونحول واضطرابات خصوصا في الجهاز الهضمي مثل قلة الشهية، التقيؤ المستمر، الضعف العام. أكيد فترة رمضان هو فترة عبادة وراحة وتهذيب للنفس البشرية، فالراحة عن الطعام والامتناع عن الطعام في شهر رمضان أكيد سيكون له تأثير إيجابي على الجهاز الهضمي. قلة الأكل في رمضان تساعد المرأة الحامل في التكيف مع التغيرات الفسلجية والهرمونية في جسمها خلال فترة الحمل. على الحمل أن تتناول وجبات متقطعة وغنية بالبروتين وتكثر من الخضروات، وذلك حتى تمتنع عن حدوث إمساك خلال فترة الحمل والصوم. وجباتها يجب تكون وجبات قصيرة متقطعة متنوعة كذلك. الحامل كذلك عليها أن تأخذ خلال فترة شهر رمضان فترات من النوم والراحة بالنهار أو خلال الليل. البدء بالصيام، كسر الصيام عند حدوث الإفطار تكون وجباتها قليلة جدا، تبدأ بالماء والتمر وذلك لغناء التمر بالألياف بما يساعد على عدم حدوث الإمساك. كذلك الحامل عليها أن خلال فترة الحمل أن تقلل من شرب المنبهات كالقهوة والشاي. عدم الخروج من المنزل يعني إلا للضرورة، وذلك لتفادي تعرضها للشمس، فقدان السوائل، الجفاف، حدوث الجفاف مما يؤثر على الجنين. هناك حالات معينة قد تمتنع بها المرأة الحامل عن الصيام، مثل المرأة اللي عندها أمراض مزمنة كمثلا الضغط، وذلك لما يسبب الصيام قد يسبب هبوط في الحالة العامة والضعف العام. وكذلك السكر مع الحمل، السكر مع الحمل حالة خطرة خصوصا إذا كان من النوع الأول، لأنه يحدث أيضا هبوط في السكر واضطرابات فسلجية كثيرة. وفي النهاية أتمنى لكم صيام مقبول وشكرا جزيلا.